الروشتة اللي معانا دي دلوقتي دي خاصة بدكتور باطنة عامة. هنلاقي إن مكتوب فيها في الأول FT3 وفري تي 3 وفري تي 4 وتي اس اتش، دول تحاليل غدة. واللي تحت ده باراثيرويد هرمون، تحليل الغدة الجوهردرقية، بيتكتب ساعات بي تي اتش لوحده. بي تي اتش في التحليل اللي هو تحت ده، هو طبعا بداية الكلام شكلها ملخبطة شوية، بس ده تحليل ايونايزد كالسيوم وتوتال، يعني توتال وايونايزد كالسيوم. لو أخدنا برضو من أحد الحاجات اللي نقدر نفك بيها طلاسم الروشتات، إن إحنا نقارن حروف ببعض. يعني ده لو لاحظنا حرف التي هنا وفي حرف تي هنا وقصاده حرف تي هنا، فإحنا طالما عرفنا تحليل بنقدر ناخد الحروف بتاعته ونبدأ نمشي في الروشتة، نقدر نقارنها ببعض عشان نقدر نشوف الدكتور ماشي إيه، طريقة الكتابة إزاي. فنلاقي إن ده توتال كالسيوم وايونايزد، وده تحليل HbA1c، تحليل سكر تراكمي، وده تحليل توتال ليبيد بروفايل. هي يعني كلمة بروفايل طبعا مش واضحة، بس خلاص احنا عرفنا الليبيد والتوتال ليبيد، فبتبقى خلاص دي ليبيد بروفايل يعني.